ذولا بس سمعوا لكن رضوا. هذا قانون موجود بالقرآن الكريم. دير بالكم توقعون بهاي المصيبة والكارثة، من تصير مظلمة، ناس تنقصف، بيوت تتهدم، عوائل قاعد تنمرد تتدمر، والعدو لا يرحم، العدو بشع جدا. انت قاعد تقول حل خليهم، واذا الله اكبر وانت على اساس مسلم، على اساس مسلم، واحتمال هم شيعي، تتشمت بمظلومين. دعك عن كل شيء، مظلومين ناس قاعدين ببلدانهم واوطانهم وتهدم على رؤوسهم. دير بالك ترضى عن الظالم. ترى هذا مسألة خطرة جدا. يوم القيامة يعني يشوف لك شارة، الوقفة قدام رب العالمين صعبة وكلفة، من توقف ويقول لك أنت شريك هؤلاء بدماء أولئك الذين قتلوا. والله أخواني قارئ حديث يعني، بس خلي شوية واحد يوجه الموعظة لنفسه، أنا أوجه الكلام الروحي لنفسي أنا، وبعدين لأي واحد يحب يتعظ. يقول يجي واحد يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسبه، فيقول له تفضل هاي قارورة شيشة شي قزازة أو شي قارورة بها دم، يقول له هذا نصيبك من دم فلان ابن فلان. يقول له إلهي وعزتك وجلالك قطرة دم أنا ما أرقت، ما قاتل أبد ولا أبد. قال له تقول لي أنا أدري، أنا بتعبير يقول أنقل لك الرواية حتى توصل. قال له أنا علام الغيوب أدري أنت ما قتلت، شنو ليش أنا نصيب إلي بدمه وأنا ما قاتله؟ قال له قلت كلمة أعانت على قتله، حكاية حكيت، هاي الحكاية خلت الظالم يتفرعن أكثر من حكايتك، يستقوي أكثر، هاي حصتك. أنت شنو تريد تستغفل الله عز وجل مثلا؟ دير بالك أبدا، احذر لا تتورط بموضوع أنك ترضى عن ظالم، لا ترضى. أقل